مين هو الخاطي؟ الخاطي العادي، يعني اللي أمره هين شوية، هو اللي بيخطئ عفوا أو جهلا أو ضعفا. ده غلبان وتوبته أسهل، وتقريبا كلنا كده. خاطي العادي تقليدي يخطئ عفوا أو جهلا أو ضعفا. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب، وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع صحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمكم كلمتين صغيرين حوالين التوبة. نمرة واحد، مين هو الخاطي؟ نمرة اتنين، مين هو الفاجر؟ في فرق بين الخاطي والفاجر. نمرة تلاتة، ازاي ما اغلطش لا ابقى فاجر ولا خاطي. نمرة أربعة، ازاي اتوب. نمرة خمسة، ازاي اعترف. يعني عايز اعترف وعايز اتأكد ان توبتي سليمة وانا رايح اعترف. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مين هو الخاطي؟ الخاطي العادي، يعني اللي أمره هين شوية، هو اللي بيخطئ عفوا أو جهلا أو ضعفا. ده غلبان وتوبته أسهل، وتقريبا كلنا كده. خاطي العادي تقليدي يخطئ عفوا أو جهلا أو ضعفا. عفوا يعني هفى، نسي، انزلق، ما خدش باله، زي كلام كتير وغلط في وسط الكلام، زي قايم من النوم وما خدش باله، زي ماشي وحد اتزحلق في حاجة، اسمها عفوا. واحد لا يقصد ولا واخد باله. طيب هل اللي بيخطئ عفوا زي اللي بيتكلم كتير، زي اللي أدمن حاجة، زي اللي مش حريص، يعفى من المسؤولية؟ لا، ما يعفاش، لازم يبقى يقظ. لو حد أخطأ نتيجة انه ما خدش باله، ما يعفاش من المسؤولية. زي لما حد يعمل جريمة بدون ما ياخد باله، ما يعفوش من المسؤولية. حتى نتائج الغفلة والهفوة ممكن تبقى خطيرة. صار ان واحد سرحان ووقع في حفرة مثلا، مهما اعتذر وقال انا ما خدتش بالي وانا ما كنتش منتبه وانا انزلقت، في نتيجة. بعد شر اتكسر، اتعور، اخد كدمات، كسر حاجة ربما، وما يعفوش من المسؤولية قدام صاحب الحاجة اللي تلفت. مهما يقول لهم أنا ما خدتش باله، ده موضوع يخصك، لازم تاخد بالك. يعني ده عذر غير مقبول. أو أخطأ جهلا، هو يقظ بس ما يعرفش إن ده غلط، محدش قال له. في تصرفات كتير واحد يعملها، خطايا كتير يقع فيها، ما خدش باله، والتانية ما كانش يعرف. طيب هل الجهل يعفيه من المسؤولية؟ وعدم المعرفة ده خطر. قد هلك شعبي من عدم المعرفة. لازم واحد يسأل أبوه، يسأل معلمه، يسأل أستاذه، يسأل أبونا، يقرأ كتير، يدرس كتير، يستفسر كتير. فيش حد هيعفى لأنه جاهل، والجاهل بالقانون لا يعفى من العقوبة. يعني لما يقف متهم قدام القاضي يقول له ما كنتش أعرف إن اللي أنا عملته ده غلط، يقول له القانون ما بيحميش اللي ما يعرفوش، مش كده؟ يقول له ده موضوع يخصك أنت. يقول له صدقني ما كنت اعرف، انا ما اعرفش الموضوع ده، انا ما حدش قال لي. يقول له دي مشكلتك، لان الخطأ اللي انت ارتكبته ليه اضرار وليه نتائج، وفي ناس اضيروا، وده ما يعفكش من المسؤولية. يبقى كون ان واحد مش منتبه لا يعفى، لازم ينتبه. وكون ان واحد جاهل لا يعفى، لازم يعرف ولازم يدرس ولازم يقرأ. وده دور الكنيسة، ان ابونا بيعلم كتير، يرشد كتير، ينصح كتير. وساعات تقولوا لابونا
مش كويس ان احنا جينا لك لحد عندك عمال تبكت فينا وتسلخ فينا وتوضب فينا كل مرة. طب ما تروح تشوف اللي ما بيجوش. ساعات البعض يجي لهم فكر كده، يقول لك كل وعظة ابونا يبكتنا، كل كلمة يبكتنا، في كل قداس يبكتنا. تعرفوا ابونا بيعلم ليه كتير؟ لان لو واحد فيكم اخطأ عن جهل ما بيعفاش من المسؤولية، ولا ابونا يعفى المسؤولية. اقول لكم اكتر من كده، كلام ابونا تشريع وصمت ابونا تشريع. يعني صمت الكاهن يحسب تشريع. يعني لو ابونا شاف حاجة غلط وما علقش عليها تبقاش غلط. لو ابونا طلع شاف منظر مش مقبوله وسكت تأدبا ولا حياء يبقى مش غلط. لو جه حد من الخدام يقول لهم عيب، يقولوا عيب ازاي؟ ما ابونا شافنا وما اتكلمش، وانت بتعرف اكتر من ابونا ولا قلبك علينا اكتر من ابونا؟ فمن فم الكاهن تطلب الشريعة وهو رسول رب الجنود، وصمت الكاهن ايضا تشريع. لذلك يوحنا المعمدان كان لا يكف عن انه يقول لا يحل لك. كل حتة يروحها وكل ما يقابل الملك كل ما يقابل هيرودية، لا يحل لك لا يحل لك. تقول له بتقول كده ليه؟ يقول اصل انا ضمير الشعب، اصل انا ضمير الشريعة، اصل صمتي يفهم خطأ. طب ليه ابونا كل ما تدخلوا الكنيسة يعلم ويحمل التعليم في طياته احيانا شيء من التبكيت وشيء من العتاب؟ لأن أبونا بيشتغل عليكم، أنتوا اللي هتبقوا سفراء للمسيح في العالم لما تخرجوا. فأنتوا النماذج المسيحية، الموديلات المسيحية. فأبونا عمال يطور فيها ويلمع فيها ويوظف فيها، لأن كل واحد بيطلع يبقى نموذج مسيحي بين الناس. زي ما ربنا اختار أبونا إبراهيم بدأ بيه وخلاه نموذج، وزي ما اختار بني إسرائيل شعب تخلص من خلاله بقية الشعوب. فده السبب إن احنا بنعمل معاكم كده. يعني مش بنستأثر بيكم ما صدقنا انكم جيتوا بنشتغل عليكم، لا. انتوا بتشتغلوا في العالم بست طرق، تشهدوا للمسيح بست طرق. واحد، ملح الارض. اتنين، نور العالم. تلاتة، خميرة تخمر العجين كله. أربعة، سفراء عن المسيح. خمسة، رسالة المسيح. ستة، رائحة المسيح. كل ده مطلوب مننا في العالم. ملح يدوب لكن ما يضيعش. نور، الناس كل ما يقربوا مننا يستنيروا ويعرفوا أخطائهم. خميرة، الفرق بين الخميرة وبين العجين، الخميرة كائن حي، العجين لا. فانتوا خميرة صغيرة كائن حي بتدوا حياة للناس بره وبتخمروا العجين كله عشان يصبح خميرة هو كمان. وسفراء بتحببوا الناس في أمريكا والشعب الأمريكي والرئيس الأمريكي. طب لما أستبدل بقى مسيحيا، ها، في السماء والسمائيين والملك السمائي. ما السفير الأمريكي وهو جاي مصر قالوا له كده، دورك انك تحبب المصريين في أمريكا والشعب الأمريكي والرئيس الأمريكي، وانت دورك تعمل كده مع الناس. ده السبب ان ابونا عمال يعلم وينير الناس وأذانهم. أو واحد يخطئ ضعفا، هو من جهة الانتباه منتبه ومن جهة المعرفة يعرف لكن ما قدرش يقاوم، وده موجود برضه. مين فيكم ما يعرفش الغلط والصح؟ أغلبنا يعرف، لكن ساعات نغلب من ضعفنا ونغلب من إرادتنا المهزوزة. يعني واحد قاوم وما قدرش، حاول وما عرفش، ده اسمه أخطأ ضعفا، بس يلتمس ليه قليل من العذر لأنه حاول، والجهل يلتمس ليه قليل من العذر لأنه ما يعرفش، واللي أخطأ عفوا يلتمس ليه قليل من العذر ولكنه أيضا لا يعفى. ده الخاطئ العادي، يخطئ عفوا أو جهلا أو ضعفا. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. بشير بسيط منك تقدر تخلي ناس تانية كمان تسمعه وتستفاد. And don't forget to subscribe and active the notification ring.